صلي على النبي اختي. النهارده هنلم الدور ونعمل اكله جميله جدا وسهله وسريعه وفي الفلوس مفيش. هنعمل طاجن كبد بالبطاطس، بس ايه موضوع. يلا بينا. وبعد اختي ما قطعنا البطاطس بالشكل ده مكعبات وقطعيها بالشكل اللي يعجبك، هنعمل الوصفه بتاعتنا في طاسه واحده. اول حاجه نبشر تومتين فريش، اديها تبشر لي تومتين فريش بنفس الطريقه، ملح، سنة كزبرة، سنة كمون، فلفل أسمر، وخد التكة دي عشان الأكلة تروح في حتة تانية، هريزة شطة. نقلب كل الكلام ده ببعضه كده قبل ما ينزل على زيت سخن. وفي زيت سخن جدا شوحنا الكبده بتاعتنا تاخد تشويحه وطلعناها، رمينا مكانها بصل متقطع جوليان بنفس الطريقه مع قرنين فلفل حامين، وده اختياري مش اجباري، اللي بيحب الحامي يحط الحامي عادي. ويا ريت الطاسه ما تبقاش مليانه زيت، فيها لمعه زيت بس. بعد كده نرمي البطاطس المكعبات او على حسب ما تقطعيها اختي زي ما انت عايزه، تقلبتين 3 البطاطس تنزل ميتها، تبتدي تحطي عليها كوبايتين ميه مغليه من الكتل زي ما حضرتك شايفه، تضيفي عليهم الكبده اللي احنا شوحناها في الزيت وتديها تقليبه وتسيبيهم حوالي مش اقل من 5 دقايق يتجانسوا مع بعض والميه تتقل شويه وتتشرب. وفي طاجن او صينيه نحط الكبده بتاعتنا، واهم حاجه البهاريز دي، شويه الميه دول قصه الحكايه. ولو حسيت ان الميه قليله ضيفي ليها ربع كوبايه من الميه، وزي ما هي كده اختي في الفرن لمده ربع ساعه ودقيقتين على الشوايه وشكرا وبس. خلاص مش محتاج مني اي كلام. شايفين الطاجن عامل ازاي؟ شايفين البطاطس محرمشه ازاي؟ شايفين الكبده جوسي ازاي؟ حته البطاطس طعمها جامد جدا، مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه. أكلة سهلة وبسيطة، ممكن بربع كبدة نلم الدور في الغلا اللي احنا فيه مع طبق مكرونة اختي أو رز بالشعرية أو لقمة ناشفة اختي، وعدي يومك وبألف هنا وشفا. انجو عليك اختي، ما تدوس لايك اختي.